يا مساء الخير عليكم. النهارده كده جايه لكم ايه بيوم جديد وفيديو سريع. حبيت كده في نص الليل اقوم اعمل حاجه حلوه، نفسي في حاجه حلوه. قلت خلاص هعمل كده ايه، كيكه كده، كيكه بالبرتقال بس على السريع قوي كده على السخان زي ما بيقولوا. فطبعا طالما شفت الطبق ده يبقى هو طبق ايه، الكيكه معروف. بحب اشيله للكيكه يعني، بيريحني في التقليب. دخلت كده معاكم 3 كوبايات دقيق، بس الجديد بقى معايا النهارده ان انا مش هعمل صينيه كيكه عاديه، صينيه مش عاديه. شوفوا معايا لاخر الفيديو وهقول لكم. بس المقادير بقى بتاعتنا النهارده 3 كوبايات دقيق او مجات يعني من الدقيق. دخلتهم كده وحطيت عليهم 1 محسن كيك و1 بيكنج باودر، وهنقلب الجاف طبعا زي ما متعودين مع بعض ايه مع بعضه. للي بقى بتحتار بقى في الكيكه، اسهل 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 طريقه كيكه الخلاط السريعه اللي بتنجز في ثواني. وقلبت كده كل الجاف مع بعضه، وهبتدي بقى اعمل الخليط السائل بتاعنا اللي هينزل على الدقيق ده. الكيكه من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها في اي وقت، وبتلاقي حاجتها معاكي في البيت. يعني ممكن لو نزلتي هتشتري حاجات بسيطه بس، زي البيض مثلا او الزيت او البيكنج باودر قصدي، والفانيليا والحاجات دي. هنا بقى انا كل مره بعملها ب3 بيضات بس في الخلاط. المره دي بقى هكبر شويه. المقادير هي بس كترت في البيض. حطيت 5 بيضات، يعني زودت بيضتين على على الكميه المعتاده اللي انا بعملها. ليه؟ علشان انا زي ما قلت لكم عايزه اطلع بكميه بصينيه كبيره. مج كده من السكر، وكمان حطيت النص ده اللي كان فاضل في العلبه، يبقى كده معايا مج ونص في سكر. ده مقاديرنا الثابته اصلا في كل صينيه كيكه: 3 مجات دقيق، نص كوبايه زيت، 3 بيضات، كوب ونص من السكر، اللهم صل على سيدنا محمد، ورشه فانيليا طبعا او باكت فانيليا. وهنا بقى نزلت بكميه اللبن بتاعتي كلها، زي ربع كيلو من اللبن كده، عشان برضو عايزه الكميه بتاعتي تكون كبيره. يعني بزود في الخليط اللي معايا ده. وطبعا الكاميرا اتقفلت هنا معايا، فبوريك اهو بشر البرتقال على الوش، حطيته هنا برضو يتضرب معاهم. بشرت كده برتقانه في الطبق وحطيتها. طبعا واهم من الشغل تظبيط الشغل، نظبط كده الرخامه بتاعتنا واحنا شغالين، عشان كل حاجه حوالينا تبقى نظيفه. مش معنى بقى اللي بنعمل حاجه لازم كل حاجه تبقى بايظه حوالينا يعني. فالنظافه حلوه يا جماعه. فهبتدي بقى اضربهم كده في الخلاط. بصوا بقى الخليط بتاعي بقى كميه. هو المفروض بقى انا هنا غلطت غلطه بقى هتشوفوها معايا بعد كده في الفيديو برضو، محبتش اخسفها. المفروض كنت زودت كمان مج من الدقيق، بس انا كان في دماغي انها تطلع هشه، قلت هحط نفس كميه الدقيق اللي انا بستعملها. فهنقول بقى في الصينيه الكبيره هتبقى 4 مجات، وفي الصينيه العاديه 3 مجات من الدقيق. انا هنا هزود دقيق تاني، هتشوفوا معايا برضو في الفيديو. يبقى 4 مجات للصينيه الكبيره. والخليط بتاعنا زي ما قلت 5 بيضات برضو للصينيه الكبيره. هنتكلم النهارده على الصينيه الكبيره. 5 بيضات و4 مجات من الدقيق وفانيليا وسكر مج ونص، ولبن زي مقدار كوبايتين كبار من اللبن او ربع كيلو من اللبن. هيطلع معايا الكميه مظبوطه. هنا بصوا بقى لما جيت انزل بالخليط بتاعي على الدقيق، لقيت ان الخليط بقى سايل معايا شويه، يعني ما ادانيش السمك بتاع الكيكه، عجينه الكيكه. فاضطريت بقى ان انا انخل كمان مج من الدقيق واحطه عليها عشان تبقى كده القوام بتاع الكيكه بتاعي مظبوط. بس يعني هي مش حاجه كبيره ولا حاجه، طبعا انت باحساسك. ولو دخلت برضو كده الفرن مش هيحصل حاجه، يعني هتبقى هشه اكتر. بس انا حبيت قوامها يبقى مظبوط قوي معايا. نزلت بقى كده بقى باقي الخليط وقعدت اقلب كده. حبيت النهارده ان انا ما اعملهاش في العجان، حبيت ان انا اعملها على ايدي كده في السريع، وفي الخلاط المقادير بتاعتي السايله، فتكون كده سهله وجميله وانا واقفه كده اخلصها على طول. عايزه اقول لكم كنت اليوم ده كمان صورت فيديو الصبح هينزل لكم برضو، كان يوم الجمعه. اتاخرت عليكم، النهارده هينزل الحد. فالفيديو التاني برضو هينزل لكم. كان نفسي جدا انزله يوم الجمعه، بس انتوا زي ما انتوا عارفين ان غبت يومين، كنت تعبانه ولسه والله ما زلت. ادعوا لي بقى، محتاجه منكم دعوه حلوه كده. بيجي عليا وقت صوتي اساسا ما بيبقاش طالع يعني. فالوقت
الوقت بقى اللي بالاقي فيه اللي انا قادره اتكلم وقادره اعمل معاكم الفيديو، فبقوم على طول كده واعمل لكم ايه الفيديو. بسجل الصوت وبنزله لكم على طول. الكيكه بقى بتاعتك لازم تقلبيها في اتجاه واحد. اللي لسه بقى مبتدئين في تعليم الكيكه لازم تقلبي في اتجاه واحد عشان الهواء ما يخرجش منها. وهنا لقيت بعد كده لسه فيها تكتلات من الدقيق، قلت لا ما بديهاش بقى. قمت راكنه الاسباتيلا دي خالص وجبت المضرب وايه اديتها كده ضربتين معايا بالمضرب وبقت زي الفل. وهبتدي انزل بها في الصينيه بعد ما اخلص تقليب. بس كده. لو حطيتي برضو دقيق كتير يقولك الكيكه تعيش معاكي، او قلبتي فيها كتير ممكن تعيش معاكي. بصوا بقى الجمال، يعني الجمال عدى الكلام زي ما بيقولوا. اكبر صينيه كيكه طبعا كنت دهناها وعاملاها بالدقيق عشان ما تلزقش معاكي. موسوعه جيمس يعني دي تخش الموسوعه. فطبعا صينيه بتاعت العيله كلها، صينيه كبيره بقى كده. قلت والله لا اعملها النهارده كبيره كده ايه تفضل معايا كام يوم. والولاد طبعا انا كمان تعبانه علشان لو حاجه عايزوا حاجه حلوه يلاقوا ايه حاجه حلوه موجوده في البيت مع الشاي بقى الصبح، مع تحليه بعد الغدا. فخلاص كده دخلتها الفرن على درجه 180 وطلعت بقى بصوا عاليه وجميله وتحفه جدا. بسم الله ما شاء الله، يعني كانت جميله جدا جدا ولسه بقيتها كمان عندنا. فانا قلت لكم انا عاملاها يوم الجمعه الساعه 12 بالليل، وكنت مصوره برضو الفيديو معاكم الجمعه بالنهار اول ما صحيت. يعني اليوم ده الحمد لله اني قدرت ايه تشاركوني يومي من اوله. كده خلاص بقى اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.